السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناة مطبخ هبة. اليوم جبت لكم هذه الوصفة السريعة والسهلة والاقتصادية توجديها في وقفة. أنا صراحة سميتها وصفة الفنيانات، يعني كي تلف لي كامل واش ندير عشاء ولا واش ندير غدا نديرها. والأهم أنها تجيب لينا بالبزاف، يعني ما فيهاش ني لحم ني دجاج ني والو، اقتصادية 100%. ثاني هذه الوصفة خياتي راح تنحي عليك هذيك الحيرة تاع التخمام تاع واش ندير عشا واش ندير غدا. وثاني وصفة صيفية بامتياز، يعني في فصل الصيف نعتمدها بالبزاف. يعني لأنه نحبو ناكلوها في العشاء، يعني حاجة خفيفة ماشي ثقيلة على المعدة. ووصفتنا هذه البنات لنهار اليوم راح تكون غير بالبطاطا فقط، فما نطولش عليكم، أنا نحطوا هذاك الجام فضلا وليس أمرا خياتي، ونبدأ مباشرة في الوصفة. هنا جبت حبيبات بطاطا قطعتهم هكا مكعبات صغيرة أو مربعات. هنا تقدروا تقلوها البنات، أنا درتها يعني تفور، ولا كما تقدروا تغلوها عادي جدا. أنا حبيت نفورها البنات لأنه ما حبيتش هذيك البطاطا المقلية وهذوك الزيوتات وكل شيء، راني نسيي الماكسيموم أني نقص من الزيت. وهنايا جبت زوج سنينات تاع ثوم كبار مع بصلة صغيرة كنت قطعتها هكا رقيقة، درتهم في هاد المقلة وقليتهم مليح مليح، يعني خليتهم درت عليهم ربع مغارف تاع الزيت وخليتهم يتقلاو. بعد ما تقلات لي شويه هذيك البصله مع الثوم زدت لهم نص مغرف كبيره تاع طماطم مصبره، وزدت قليتها مع البصله والثوم لانه انا صراحه نحب نقلي الطماطم باش تنقص لي هذيك الحموضه تاعها. وكنت من جهة كنت ربيت حبة كبيرة تاع طماطم، ربيتها في لاراب رقيقة عفوا، ودرتها مع البصل ومع البصل والثوم يعني وهذيك الطماطيش اللي تقلاو وحطيتها تتقلا هي ثاني. أما بالنسبة للتوابل أنا هنا استعملت فلفل كحل، استعملت عكري الحلو وشوية تاع كمون، ولأنه نعرفوا إنه البطاطا تحب بزاف الكمون وتجي بزاف بنينة مع الكمون، وشوية تاع راس الحانوت والملح. هنا البنات أنا مرقت غير بكاس تاع الماء لأنه هاد لاصوص ما فيهاش حاجة اللي راح تطيب بزاف، فيها غير هذيك البصلة، وأكيد مع التقلية تكون تقلات مع الكاس تاع الماء راح تكمل طيابها. دونك ما تقووش الماء بزاف، يعني غير لفات اللي تتجمر معانا راح نطفيو عليها. هنايا شوفوا خياتي بعد ما تجمرت معايا هذيك البطاطا كانت ديجا صايي راهي فارت وطابت، يعني ما تخلوهاش حتى تطيب مليح مليح. نجي نحطها مباشرة في هاد لاصوص. صراحة البنات هاد لاصوص جات بزاف بنينة، تقدروا تاكلوها هكذاك يعني بزاف هايلة. قلت لكم درت البطاطا يعني كما راكم تشوفوا البنات ما خليتهاش طابت حتى يعني تحرحرت معانا لا لا. خلطتها هكا غير شوية باش تدخل لنا هذيك لاصوص كامل في البطاطا. هنا خياتي نسيت ما قلتلكمش كي كانت تفور راني درت لها الملح، يعني ما البطاطا ماهيش طايبة هكذاك بلا ملح، دونك يعني ما يشقاش أني ندير لها الملح. وهنا نزيد نحط عليهم 3 حبات تاع البيض أو تقدروا 4 يعني كيما حبيتو نتوما على حساب الرغبة تاعكم. أنا حطيت 3 حبات تاع بيض فقط، حطيتهم هكذا على الوجه كيما راهم. زدت ثاني كنت زيتون قطعته هكا رقيق رقيق دوائر رقيقة، زدت ثاني حطيته من الفوق. وهنا كانت عندي فقط واحد شوية تاع الثوم كانت زايد لي من الغدا، إذا درتو ثاني. هنا تقدروا تستغناو عليه كيما تقدروا ديروا ثاني دجاج ولا يكون طايب تفتوه ثاني من الفوق، يجي بزاف هايل.
هنايا نغطيو هاد البيض باش يطيب لنا لازم نغطوه ونخليه يطيب في هاذيك لافابور. وهنا البنات بعد ما فات واحد واحد 3 دقايق هكذاك كان البيض صايي طاب معانا، نجي نحط شوية تاع قزبر كنت قطعته هكذا رقيق مع فرماج رابي، ثاني هذه الخطوة اختيارية تقدروا تاكلوها غير هكذا يعني وخلاص، أنا فقط نحب نديرلها الفرماج من الفوق، ثاني تجي بزاف هايلة وبزاف بنينة. هذه هي الوصفة تاعنا خياتي لنهار اليوم، نتمنى تجربوها وتنال إعجابكم، ديجا راني حطيتها لكم من قبل في فيديوهات سابقة، وقلت إني نعاود نفكركم بها، نتمنى إنه تنال إعجابكم وما تبخلوش عليا بهذاك الجام، ويعني تبارطاجيو الفيديو باش هكذا يوصل لأكبر عدد من المتابعين، ويكبر تكبر القناة تاعنا، وثاني الفيديو يوصل يعني نسبة مشاهدة كبيرة، وثاني كامل يستفادوا لأن الوصفة الصراحة تستحق التجربة. وإلى اللقاء خياتي في فيديو آخر بإذن الله.